السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله الحلقة دي موجهة للنصارى اللي بتقول إن العهد القديم لم يكن لنا، يعني نحن لا نؤمن بالعهد القديم. لكن هذا الكلام كلام باطل طبعا، لأن يسوع أجبر النصارى أنها لابد أن تؤمن بالعهد القديم، لازم تؤمن بالعهد القديم. فنجد في متى 5:18 فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الناموس اللي هو العهد القديم اللي هي توراة موسى. يبقى النصارى مجبرة انها تؤمن بالعهد القديم. يبقى محدش يقدر يقول ان انا لا اؤمن بالعهد القديم من النصارى في حالة ان في نص ما يعجبوش او شيء. طيب في لوقا 21:33 السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13:31 السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. متى 24:35 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. حتى بولس بيقول أن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. هذا في تيموثاوس 3:16. يبقى حتى بولس بيقول ايه؟ أن كل الكتاب، كل الكتاب المقصود بايه؟ عهد القديم والعهد الجديد. كل الكتاب هو موحى به من الله، يعني العهد القديم موحى به من الله والعهد الجديد موحى به من الله كما يقول بولس. ونافع للتعليم كله، ونافع لم يحدد عهد قديم او عهد جديد، ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. يبقى اي نصراني مجبر على العهد القديم، ولا يستطيع أي نصراني أن ينكر العهد القديم ويقول أنني لا أؤمن بالعهد القديم. نستودعكم الله ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.